اهلا بيكم احلى متابعين، وحشتكم كتير اكيد مش كده. في البدايه حابه اشكركم على حب والتعليقات الجميله اللي انتوا بعتوها لي على الفيديو اللي فات، بجد فرحتوني كتير كتير. وشكر خاص لاحبابي واهلي اهل الجزائر اللي دايما متابعيني وبيشجعوني من اول يوم. محبتكم ودعمكم على راسي. كتير منكم كان بيسألني الجزء الثالث هينزل امتى، واخيرا نزلنا الجزء الثالث والاخير من رحلتنا في البطرس مكادي. هنشوف مع بعض المطعم الرئيسي زي ما شفنا كده اللي هو اسمه سيدي علي، وبعدها هنطلع نشوف مع بعض الدور الثاني زي ما شفنا برضو في اول الفيديو مطعم السمك، وهنجرب تجربة جديدة ولذيذة. وبعد كده هنطلع مع بعض نروح نشوف العاب الفي ار، وفي النهاية هنستمتع بالشو والعروض الجميلة. المكان اللي انتوا شفتوه اللي انا عملت عليه زوم ده هو المكان بتاع المشاوي اللي بيبقى دايما بره المطعم، بيبقى فيه مشويات كل يوم، بيبقى الفراخ واللحمه متوفرين كل يوم. وده المطعم الرئيسي اللي هو يعتبر اكبر مساحه من كل المطاعم اللي بيبقى فيه كل حاجه. يعتبر ده هو المطعم اللي بيبقى متوفر فيه الحلويات الشرقيه دايما، يعني معظم المطاعم ما بيبقاش فيها حلويات شرقيه علشان ده المطعم الشرقي، يعني هو الرئيسي والشرقي. المطعم بيقدم كل يوم منيو مختلف زي ما انتم شايفين كده. المنيو النهارده كانت فتة، والمطعم بصراحه متنوع في الاكلات يعني، وبيبقى فيه فرايتي كتير عشان تقدري تختاري اللي يناسبك. وهنا الركن بتاع الفطير الشرقي، مطعم شرقي بقى يعني كل حاجه فيها تلاقوها شرقي. كان بيعجبني عندهم ركن الخضار ان هو دايما بيبقى فريش وبيتقطع اول باول، وده الشيف بتاع الخضار، واول ما شفته قلت له يقطع لنا عشان نشوفه هو بيقطع. بيبقى فيه تيبل كبيره كده محطوط عليها سرفيز الاكل كده اهوت، والسرفيز الاكل بتبقى موجوده على صفين، صف من الناحيه دي وصف من الناحيه الثانيه. انا اكتشفت ان الصف اللي هنا والصف اللي هنا هو نفس الاكل، بس بعد بقى كام يوم يعني اللي هو اخدت بالي يعني. وعجبني اكتر حاجه ان هم بيعملوا كل يوم ورق عنب، يعني بصراحه انا بالنسبه لي المحشي ده عشق العشق، وبالذات بالتحديد ورق العنب. وهم عندهم بيسموه دولمه، يعني هم دايما لما بييجوا يكتبوه كده على الورق بيكتبوه دولمه، وعلى طول بيبقى خلصان. يعني انا ما بلحقش، كل ما اروح اهو كل ما الحق افتح الاقيه يعني خلاص مفيش. وزي ما انتم شايفين ده ركن الحلويات الشرقيه، وبعد كده هنشوف جنبه الديزرت. بصراحه ما كانتش افضل حاجه ولا طعمها ما عجبنيش. يعني دي من الحاجات اللي هي كانت بالنسبه لي عيوب، ان الحلويات كل يوم، مش النهارده بس اليوم اللي احنا كنا فيه اللي بصور فيه، لا كل يوم دايما الحلويات ما بحسش التست بتاعها مش حلو، يعني مش بحس بطعم الحلويات. مش عارفه بقى، ممكن يكون عيب ان الوقت كان توقيت فيه ناس كتير والفندق كان زحمه. عشان كده يا جماعه التوقيت مهم جدا، المهم ان الواحد ما يطلعش شهر 7 و8، ده بالنسبه لي ده صعب في ان الواحد يطلع فيه مصيف. يعني هو الافضل بالنسبه لي يبقى شهر 6، او لو الناس عندها امتحانات يطلعوا في شهر 9 او 10، يبقى افضل بكتير.
طلعنا بقى الدور التاني فوق مطعم سيدي علي على طول، المطعم بتاع كولين بتاع السمك، ودخلت جربت فيه الاكل فيه في يوم. بصراحه برضو ما عجبنيش، سمك مش فريش، وبالذات برضو الجمبري ما كانش حلو خالص، ما عجبنيش، وبايت بقاله كتير او متلج في التلج كتير، تحسوه مش فريش ومش ناشف كده. فتجربه السمك في المطعم ما عجبتنيش، على عكس مطعم ليسياتيكي الجمبري هناك كان جميل جدا وكان فريش. وانا بلغت الشيف المسؤول عن ان جوده الاكل وبالذات الجمبري ما كانش حلو خالص. بالمناسبة تجربة مطعم لاسياتيك اللي هو المطعم الآسيوي هتلاقوها عندي في الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول، هتلاقوها موجودة في القناة، أو أنا بعد كده هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تقدروا ترجعوا تشوفوه وتبقوا ملمين بكل حاجة في الفندق. كان عاجبني قوي قوي ان الماشين دي موجودة في كل حتة، يعني كل ما تمشي تلاقي الماشين بتاعت القهوة موجودة في كل المطاعم وفي كل الأماكن.
طلعنا بره الريسبشن بره الفندق خالص، ودي الاكوا منظر ليلي بتبقى شكلها تحفه بالليل كده، اصلا ممكن تقعدوا كده قدامها منظر جمالي. دي المحلات اللي بتبقى موجوده قدام الفندق من بره، وده الطريق اللي هيودينا على الالعاب بتاعه الفي ار. هي موجوده في ظهر المحلات، يعني احنا بنفضل ماشيين كده وبنلف من ورا هنلاقي الالعاب دي بتفتح من الساعه 7 بالليل لحد الساعه 11، والالعاب دي بتكون فري، يعني ما فيهاش اي تشارج او اي حد بيدفع فلوس. بس هي بتبقى زحمه قوي، وبتبقى بتقفي فيها بالطوابير يعني، فالافضل عشان تلاقيه مش زحمه ممكن تروحوا في ميعاد الساعه 7 ده، اللي هو اول ما تفتح على طول تلاقوها لسه ما زحمتش، لان هو بيبقى وقت العشاء والناس بتبقى مشغوله فيه. فلو عاوزين تلعبوا الاولاد في وقت بدري ممكن الساعه 7 ونص كده هتلاقوا الالعاب رايقه وتقدروا تلعبوا وتستمتعوا فيها. وعايزه اقول لكم ان احنا ككبار استمتعنا فيها اكتر من الصغيرين. عايزه اقول لكم كمان انها فيها العاب ما تناسبش الاطفال اللي هم سنهم صغير تحت 18 سنه، ولو انتم مصممين تلعبوا اولادكم فيها لازم بتمضوا على اقرار كده ان انتم متحملين مسؤوليه ان انتم تلعبوهم. بس هي ما فيهاش حاجه، يعني هي ما فيهاش خطر ولا حاجه. هي الفكره ان الالعاب بتبقى فيها عنف وبيبقى فيها ضرب، يعني زي العاب البلاي ستيشن العاديه اللي بتبقى موجوده يعني، بس يعني ده زي اجراء روتيني الفندق بيعمله. واخر فقره معانا وهي فقره الشو، وبكده نكون وصلنا في رحلتنا لنهايتها. رحله البطرس مكادي كانت ايام جميله مليانه ذكريات حلوه وضحك ووقت ممتع مش هيتنسي. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في الرحله وكنتم معايا في الرحله خطوه بخطوه. قولوا لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبكم في الفيديوهات، وايه اكتر حاجه حابين تشوفوها في الرحلات اللي جايه. ما تنسوش طبعا، مش هفكركم تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تفضلوا معايا في كل رحله جديده انا هروحها. هستنى تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتسعدني. اشوفكم في فيديو جديد على خير. كنت معاكم نوني عدلي، يلا سلام.
Whoa, 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 whoa. Yo le pregunté, dije, mi amorcito, ¿por qué te vienes acá, noche, mi amor?